يا صباح الفل، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا اسمي منى ودي قناتي. لو اول مره تشرفوني انزلوا تحت الفيديو فعلوا زر الجرس واشتركوا في القناه عشان يوصلوكوا اشعارات بكل وصفاتي الجديده. ايه رايكم في القعده الملوكي دي؟ قاعده في الهوا على السطوح، ترد الروح وتطبطب على القلب وتضيع تعب طول النهار. انا قلت ايه، الجو حر، اطلعي يا بنت تطبخي على السطح في الهوا احسن كده تغيير. انا عامله النهارده فراخ. ان شاء الله هنشوف مع بعض احنا هنطبخ ايه على السطح. جبت حله كبيره ستانلس، مليتها ميه وحطيتها على الشعله مع نفسها كده تغلي على ما اجهز الفراخ بتاعتي. ده فريك. انا ما كنتش نقعته، فحطيته على النار لحد ما الفريك فتح معايا. بحط عليه مثلا كوبايه ميه تقريبا، واسيبه يغلي. لما يتشرب الميه والاقي الفريكه كده فتحت، خلاص هي كده الفريكه مش محتاجه بقى نقع ولا حاجه. تمام. الكلام ده لو انت ما انتش نقعها، لو نقعها بتفتح من النقع. آه الفراخ طبعا مغسوله ومتنضفه. دي فراخ بياضه بلدي، انا متاكده منها ومن نظافتها لان انا اللي مربياها. انا جبت الفراخ دبحتها ما شاء الله، برضو طلعت منها بيض كده، ان شاء الله هبقى اوريه لكم في الفيديو. انا عارفه ان هي هتاخد سوا على النار لان هي ما شاء الله مش صغيره يعني. فبخرط البصل تخريط خشن زي ما انتوا شايفين كده على الفريك، وبحشي بيه الفراخ. طبعا الفراخ هتاخد سوا على النار براحتها خالص لان هي مش صغيره، مش شمورد، دي فراخ بياضه، فانا ضامنه ان انا هحشيها وهتستوي من جوه. لو انت الفراخ صغيره ما ينفعش تحشيها، لان هيبقى فيه نسبه 90% ان انت لما تفتحيها تلاقي فيها دم. فانا بنصح ان لو حد عايز يحشي الفراخ لازم تبقى فراخ بياضة عشان تستوي براحتها وتضمني ان هي من جوه هتبقى مستوية. فانا بخرط البصل تخريط خشن وبخلطه مع الفريك، وبضيف عليه معلقة من الملح ومعلقة من الفلفل الابيض. لو انتي مش فارق معاكي ان انتي تلاقي الفرخة من جوه فيها فلفل اسمر وباين كده، يعني ايه، عامل حبيبات سمرة كده، تمام. انا عندي ليا بنت لما بتلاقي المنظر ده مترضاش تاكل. فانا بحشي الفراخ من جوه بفلفل ابيض. تمام. وما بضيفش عليها اي حاجه، لا بضيف بقى جوه حبهان ولا اي حاجه. انا عايزه بس ايه، الحشوه بتاعتي تبقى طعم الفريك اللي باين، لان اي توابل كتير بتضيع طعم الاكل نفسه. بتلاقيكي انتي بتاكلي توابل مش بتاكلي اكل حاجه معينه او كده. الفراخ بسم الله ما شاء الله معايا دسمة جدا، فانا مش هزود عليها اي مواد دهنية ولا هديها تشويحة ولا اي حاجة. انا احط المية بتغلي، واول ما المية تغلي اقوم نازلة بالفراخ في المية. تمام. وبضيف بقى المنكهات بتاعتي. خلاص احنا كده متفقين على حاجات اساسيات في الاكلة اللي انا بعملها دي. بجيب بقى الفرخة، بحشيها من جوه بالحشوة اللي انا عملتها الفريك دي. تمام. انتوا لو جربتوا الوصفة دي يا بنات، يعني بصوا دي فرخة الملوك بقى، اللي هي هتتكسر وتلاقي الفريك جواها كده وناز حاجة، يعني بصوا بتبقى تحفة خطيرة. تمام. انا بحشي بقى ايه، شفتوا الحتة اللي في الجنب دي؟ انتوا خلوا بالكم بقى كده ايه، بصباعكم افتحوا الجلدة بتاعت الفرخة وحاولوا ايه ما تتقطعش منكم. تمام، ما تجرحوش الجلدة بتاعتها. فانا خلاص حشيتها كده، وبمسك بقى الفرخة. بجيب الكبدة بتاعتي وازنقها في الحتة اللي انا حشيت فيها علشان الحشو ده ما يقعش مني في الشوربة. بس زي ما انا عملت كده، وبروح مقربجة بقى الفراخ، حطاه رجل في الفتحة اللي تحت دي. لو انت ما نفعتش تدخليها في الفتحة اللي تحت دي، دخليها تحت الورك التاني. تمام يا بنات. طبعا انا المية بتاعتي غليت، الفرخة التانية عملتها بنفس الطريقة. خلاص المية نملت ما شاء الله خالص اهي. بنزل بقى بالفراخ بتاعتي في المية وهي سخنة كده. على فكرة يا بنات ما بتبقاش زفرة ولا اي حاجة، بتبقى تحفة. انا الفراخ ما شاء الله ما شاء الله، لو انت جايباها بقى من بره وشغل مزارع وكلام من ده، هتعوز منك غسيل جامد. انا الفراخ بتاعتي بسم الله ما شاء الله واخده على الاكل البيتي، فطعمها مش عايزه اقول لكم بقى، واللحم بتاعها بيبقى مسكر وتحفه. خلاص كده انا هضيف بقى عليها على طول الحبهان واللوري بتاعي،
والملح والفلفل الاسمر والبصله في الشوربه، واسيبها بقى مع نفسها كده على الشعله لحد ما تستوي. انا كده خلاص، شكرا، الفراخ بتاعتي اتابعها انا بقى. تمام. هي هتستوي براحتها خالص، ويعني ايه، انا مش مستعجله عليها، لان انا عارفه ان الفراخ سنها كبير، فبتبقى بتاخد سوا شويه. وعلى فكره بتبقى طعمه برضو، مش شرط ان هي تكون بتبيضي ان هي تبقى طعمها مش حلوه، لا بتبقى تحفه، بتبقى جميله جدا. انا بفتح بس الحبهانه فتحه كده صغيره، على اساس ايه، اخد النكهه بتاعت الحبهان او الهيل. تمام. ديت زنجبيل فريش، انا كنت مخرطاه، مقشراه ومخرطاه وحاطاه في الفريزر، ومقطعه قطع كده زي ما انتم شايفين. بطلعه بقى ايه، اللي انا محتاجاه يبقى جاهز. تمام. خلاص كده يا بنات. السمار اللي في تحت الحله دوت، الشعله دي ما اشتغلتش من سنين، فمش عارفه انا لما جيت احط عليها الحله لقيتها عملت السمار ده. بس هي شغاله ما شاء الله كويسه، مفيش فيها اي حاجه. هو بس هي بتعمل هباب كده في الحله من تحت، فما تقلقوش من الموضوع ده، كله طلع في الغسيل الحمد لله. بس هي عشان ايه كانت مركونه. تمام. بس عارفين والله، الواحد لما بيغير مكان الطبخ، لو انت عندك مكان يعني في البيت بتاعك، اطلعي على السطح، اطبخي على السطح، اعملي اي منفذ تاني غير المطبخ. الواحد برضو عايز تغيير، غير الايام كل يوم نفس الحاجة المعتادة، نفس الحاجة المعتادة، بيتخنق. يعني انا كنت قبل بصراحة ما تجيني فكرة، انا عندي الشعلة دي وكنت راكناها، بس انا جيت كده الفكرة في دماغي، لا طب ما نطلع الشعلة وعلق انبوبة واشتغل عليها. كنت ساعات الصبح اصحى كده انا مش طايقه ادخل المطبخ، مش طايقه. ليه؟ الواحد خلاص زهقان، اليوم معتاد. تمام. فده تغيير. وبرضه في الجو بقى، والعصافير فوق مننا، وفي طير كده بيجي فوق، يقف فوق عندي على السطح، بيعمل صوت حلو قوي، ما شاء الله، يعني سبحان الخالق. انا دلوقتي هعمل خضار. انا هعمل بسله، يعني تورلي هعمله ببسله وجزر وكوسه وبطاطس. جبت الحله اللي انا هطبخ فيها، وبدأت ان انا اخرط فيها البصلة. انا مش بحط معاه توم نهائي. يعني البسلة مش بتحب التوم قوي، يعني لما بتبقى بالبصل بتبقى احلى. وبدأت اخرط البصلة تخريط خشن كده على ايدي عادي خالص، وانتي زي ما انت عايزة تخرطيها على المبشرات وبشريها، تمام، هتبقى حلوة زي الفل برضو. وانا مش هشوح البصلة ولا حاجة، انا هعمل الخضار ني في ني. احنا في الحر، والموضوع مش محتاج تقلية ولا كلام من ده. البصلة بتبقى على طول في الحلة، وبنزل عليها بالخضار بتاعي والصلصة، بس مش بحط الكوسة ولا البطاطس في الأول، لأن طبعا البسلة بتاخد تسوية فترة كبيرة شوية عن الكوسة ما بتتحملش لا هي ولا البطاطس. فأنا أما بلاقي البسلة بتاعتي خلاص هي والجزر استووا، بضيف بقى البطاطس والكوسة. البطاطس والكوسة يا دوب يغلوا غلوتين 3، وتلاقيهم استووا، هما مش بيتحملوا على النار، لان طبعا احنا بنبقى عاملينهم قطع صغيرة، وبتبقى زي العسل والله يا بنات. وطعم الخضار بيبقى تحفة، بيبقى جميل جدا. مش شرط يعني ان انتي تدي للبصلة تشويحة ولا حاجة. انا نزلت بالبسلة والجزر، وطبعا الصلصة بتاعتي انا مفرزاها الكيس، بقى يا دوب بقطعه وبنزل بيه على على الخضار، بس كده. التوابل بتاعتي بقى، انا بحط مع البسلة ملح وفلفل اسمر، وتقريبا كده ربع كمون وربع من الكزبرة وبس، ما بكترش بقى إيه توابل. لو انت حابه تضيفي شطه ممكن تضيفي بقى تبع رغبتك انت، لو بتحبيها فيها حراره ضيفي مثلا نص معلقه شطه. انا حطيت اقل من ربع معلقه، حتى يعني اقل من الربع، رشه بسيطه خالص. خدوا بالكم انا ما حطيتش لا زيت ولا سمنه ولا اي حاجه على الخضار، لاني انا هضيف على الخضار دلوقتي مرقه من بتاعه الفراخ، بسم الله ما شاء الله دسمه جدا، فانا ما احتجتش اضيف اي دهون تانية. انا هكمل باقي الشوربه، لان طبعا انا الصلصه اللي انا حطيتها مع البسله متسبكه تقيله، مش عمرها ما هتنزل ميه، فطبعا الخضار هيعوز سوائل عشان يستوي. فانا بضيف بقى مرقه من بتاعه الفراخ اللي انا رفعتها على النار. هي تمام، بتغلي بقى لها حبه كتار، يعني مش حبه قليلين، يعني طعمها بقى كويس. الدهون بتاعتها طلعت جدا على وش الشوربه، فبضيف بقى منها
على الخضار. وهعمل الرز برضو بالشوربة بتاعة الفراخ. بصوا مخلي طعم الاكل في مكان تاني. الفراخ ما شاء الله مرقتها رائعة، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. انا والله بنصح اي واحدة عندها مكان، اي ست بيت عندها مكان، لو في مجال ان هي تربي فراخ تربي. الحاجات الطيور في البيت مش بتخسر اي حاجة، بسم الله ما شاء الله. لو فاض منك اي اكل هتاكله، فاض منك عيش، فاض اي حاجة، الطيور بتاكله. شوفوا ما شاء الله الفراخ بتغلي خالص هي يا بنات، والدهون بتاعتها طالعه على الوش تمام ما شاء الله. هضيف بقى منها على الخضار، مخليه طعم الخضار روعه. شوفوا الدسم يا بنات ما شاء الله باين خالص على وش الشرب. اخدت بقى كميه شوربه كده مناسبه لما غطيت الخضار، واسيبه بقى مع نفسه كده يغلي على النار. تسبيكه الطماطم طبعا كانت لسه متلجه، هتغلي بقى براحتها كده وتدوم مع الشوربه ويبتدي يستوي بقى معايا. البطاطس والكوسه انا هجهزهم في وعايه تانية لوحدهم، على اساس ايه اما الاقي الخضار بتاعي استوى انزل بيهم بقى على الخضار. البطاطس عملتها مكعبات، والكوسه زي ما انتم شايفين كده حلقات، بس تكون حلقات مش رفيعه. وضفت بقى البطاطس والكوسه. رحت جبت ورقتين نعناع من النعناع الاخضر، لان الكوسه بتبقى طعمها حلو قوي مع النعناع، ولما لقيتها برده مع البسله لقيت طعمها مش وحش، طعمها جميل برده. كانت حلوه قوي يا بنات. يا دوب انا خرطت الورقتين النعناع وشلت الخضار بقى من على النار، غلي غلوتين كده وشلته تمام. الرز بتاعي برضو كنت غسلاه وما ضفتش بقى عليه ميه، انا ضفت الشوربه بتاعتي، ولا ضفت لا دسم. والملح بقى انا ما حطيتش غير رشه ملح بسيطه خالص، لان طبعا الشوربه فيها ملح. شوفوا بقى الخير اللي طالع من الفراخ، بسم الله ما شاء الله. وده اسمه عنقود البيض، ده البيض اللي كان جواه الفراخ كانت هتبيضه. طبعا انا خلاص كده الاكل بتاعي استوى. حطيت في مقلايه شويه زيت عليهم شويه سمنه بلدي، وببتدي بقى احمر الفراخ بقى براحتها كده. بديها تحميره في السمنه البلدي، كانت تحفه يا بنات. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، كانت جميله جدا. الحمد لله يا رب على الخير اللي احنا فيه، وربنا يرخي قوت المسلمين جميعا. واسعي اسعي والله هتلاقي بيتك مليان خير يعني. ما تكسليش، ما تقوليش لا انا مش هربي، لا مش عارف، لا والله العظيم كل ده خير في البيت. ده غير طبعا البيض اللي هيتعني. انا خلاص الفراخ بتاعتي خلاص يعتبر ما عادش عندي فراخ، قاعده اقول لا انا عايزه اجيب، انا كده مش هينفع. البنات سايبين الكوبايات والنضاره جنب الاكل، قلت لهم لا شيلوه احنا عايزين نخلص تصوير. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب يكون مبهج كده للنفوس. واتمنى تجربوا الفراخ بالفريك. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بقدمه. كنت معاكم انا منى غيث، باي باي.